أخبار يوم الخميس مهمة وقصيرة. قال وكيل الاقتصادي لرئيس الوزراء: تحاول إمارة أفغانستان الإسلامية ضمان الاستقرار الاقتصادي للبلد من خلال استخراج المعادن وتوفير فرص العمل لمواطنيها. تحدث وزير الصحة العامة الدكتور قلندر عباد مع القائم بالأعمال البريطاني لأفغانستان هوغو شورتر عن الوضع الصحي في أفغانستان من خلال الفيديو كونفرنس. كما حضر في هذا الاجتماع الدكتور نيك وليشا مؤمن مدير المركز الوطني لعمليات الطوارئ لاستئصال شلل الأطفال. قام وزير المالية الحاج الملا هداية الله بدري وبعض كبار المسؤولين في الوزارة بزيارة معرض الإمام أبو حنيفة رحمه الله لدعم وتشجيع المنتجات المحلية، ووصفه بأنه خطوة كبيرة في مجال التسويق. قدم وزير الداخلية 100,000 أفغاني لعائلة تاجمير الشخص الذي حكم عليه بالإعدام في مقاطعة فراه أمس. التقى سعادة السيد مولوي حمد الله نعماني رئيس وزارة الإسكان والتنمية العمرانية بعدد من أهالي محافظات البلاد المختلفة لحل مشاكلهم. التقى وزير الزراعة والري والثروة الحيوانية مع مسؤول الزراعة في منظمة الأغذية والزراعة لمنظمة المتحدة والبنك الدولي. اعتقلت شرطة المنطقة السابعة مجموعة من اللصوص مكونة من 7 أفراد. واعتقل مسؤول المنطقة السابعة في قيادة شرطة كابول اللصوص بتعاون الجمهور، وتبذل جهود سريعة لمنع ارتكاب جرائم أخرى حتى يعيش المواطنون حياة سلمية. تقول وزارة النقل والطيران: تم الانتهاء من التدريبات التنشيطية ATC لعمال برج الحركة الجوية بالمطار لأول مرة في معهد الطيران. حسب تصريحات وزارة العدل تمت الموافقة على حوالي 10,300 فدان من أراضي مشروع ناصر خسرو على أنها أراضي حكومية في مقاطعة بلخ. وزع الهلال الأحمر الأفغاني 7 أنواع من المساعدات على 120 أسرة متضررة من الزلزال في منطقة كيان بمقاطعة بكتيكا.